مسهل. مم. يا جماعة يلا، بسم الله. ايه انتوا نايمين؟ مفيش حد لسه موجود؟ مم. جمانة، اجمعوا وانا ان شاء الله هبدأ يعني. مشكلة كل مرة قولولي الصوت واضح ولا مش واضح. تمام. اول ما تكونوا مستعدين بقى واحس ان في ناس قولولي ابدأ ولا لا، وما تنسوش تقولولي الصوت واضح ولا مش واضح. بداية استني يا سحر، استني ادخل. بسم الله. يعني بداية كده هو خطيبي وانا عندي احساس انه بيخون، بس مش متأكدة ازاي اقتل الشك ده. تمام ماشي، بس ابدأ بس الاول المقدمة بتاعة الفيديو، وبعد كده يعني هقول لكم انا الفيديو ده معمول عشان اتكلم فيه في ايه. تمام. اول حاجة كنت عايزة اتكلم فيها في الفيديو ده، انا لو اكتشفت، انا بتكلم في حالة الزوج، تمام، هبدأ الاول في حالة الزوج. لو اكتشفت ان زوجي بيخون، اتعامل معاه ازاي؟ ايه الطريقة اللي اتعامل بيها معاه؟ مبدئيا كده في نوعين للرجالة الخاينة، تمام، نكون على بينة كده. استني. تمام، بس اكمل بس وايه وارد عليك عينيا حاضر. في نوعين للراجل الخاين. اول حاجة، اول نوع، الراجل اللي هو اصلا طبعه خاين، هو اصلا عايز يخون، هو بيحب الستات، بحب ابدع كده وبحب اغير وبحب اعرف دي واخرج من العلاقة دي ادخل العلاقة دي. ده واحد. انت مفيش قدامك غير حل واحد، او هما حلين يعني، بس هيصفصفوا على حاجة واحدة يعني، ما ينفعش فيها حل وسط. يا تكملي وانت عارفة ان هو خاين، وعارفة ان هو بيكلم بنات، وعارفة ان هو بيحب البنات، وعارفة ان هو ما بيقدرش يقاوم اي تأنيس، يا اما ترفضي العلاقة وتقولي انا مش هكمل، مفيش سبب، انا مش هكمل. تمام. اهلا بيكي يا قلبي. تاني حاجة او تاني نوع من الرجالة دي، الراجل اللي بيقولك او بيختلق عذر، او الراجل اللي بيقولك انا والله خنت عشان في تأثير منك في كذا، او في انت مقصرة معايا في كذا، او البيت ناقصه كذا، او العيال اللي انت مخليهم مش مفهومش الحاجة الفلانية. فبالتالي الراجل ده بيحاول يلاقي له سكة علشان يبرر الخيانة. وانا اقصد خيانة، ما اقصدش زواج، انا لسه هاجي عند ناحية الزواج، الناس اللي بتقول انا عايزة اعدد. تمام. طيب الراجل اللي دايما يقولك اصل انتي والله مش مخلياني الموضوع ده انا عايزه، وانتي مش مخلياني احس باي حاجه، اي حاجه يعني مش موضوع معين. والله اصل انا النقطه دي بس بالذات يعني عارفه هي لو كانت فيكي، بس انا غصب عني، فعشان هي مش فيكي انا لازم ابص بره، ومعلش والله غصب عني. الراجل ده تتصرفي معاه بطريقتين برضو. اول طريقه، يا اما انتي تشوفي، قبل ما اقول الطريقه عامه، الراجل ده هتعيشي معاه وايدك على قلبك. ليه؟ دايما حياتك معاه على الشعره، يعني دايما لازم تحسبيها بالورقه والقلم، لازم دايما وانتي بتتعاملي معاه تحطي احتمالات، نسبه، كام النسبه بتاعت النجاح وكام النسبه بتاعت الفشل، علشان وانتي بتتعاملي هتبقي دايما مخطئه في نظره، عشان هو لو عايز يشوف الصح ما كانش عمل كده من الاول. تمام. فهتتعاملي ازاي؟ هتبدأي تشوفي كل الصفات اللي هو قالك عليها مش موجودة فيكي، وتحاولي تخليها موجودة اللي تقدري عليه. كل الحاجات اللي هو ما بيحبهاش تحاولي تتجنبيها. ليه؟ عشان ما يبصش بره. طيب ايه التصرف التاني؟ انك تشوفي الميزة او المميزات اللي موجودة فيه
وتتقبلي الوضع كما هو عليه. ايه ده، ارضى بالخيانة؟ هتقدري ارضي، مش هتقدري سيبي. بصي انا، او بصوا يعني، كان في حد كلمتني من فترة وقالت لي انا زوجي والله بيحبني وكويس ومعايا، لكن انا مش عارفة اخليه يبطل موضوع انه يعرف بنات، هو دي في طبعه. تمام، كويس قوي ان انت عرفتي ان هي في طبعه. ناوية تعملي ايه؟ لا، انا ناوية اخليه يبطل الطبع ده. غلط. مفيش طبع بيتغير، مفيش راجل بيعرف ستات ويكون ده طبعه، مش نزوة، مش غلطة. ما بيكونش هفوة كده حصلت عليه، ما بيكونش متعرف على شوية رجالة مش ملتزمين لا أخلاقيا ولا دينيا وبياخدوه في السكة دي، وبعدين بيرجع عن السكة دي لوحده. الراجل طبعه ما بيتغيرش. يعني انتي لما تتجوزي واحد لازم تعرفي طبعه في اول الزواج كده، مش هيتغير. والله يا حبيبتي عايزة تكملي على كده كملي، مش عايزة تكملي ما تحاربيش عشان ما فيش طبع بيتغير. طيب طب اشوف اول بس سؤال وايه وهكمل. بس معلش يا سحر، انت بتقولي ان خطيبي انا عندي احساس انه بيخون بس مش متاكده ازاي اقتل الشك ده. طيب يا سحر او يا سهر، ايه اللي وصل لك الشك ده؟ ايه اللي خلى الاحساس ده يكون موجود؟ شفتي عليه ايه؟ قالك؟ سمعتي؟ شفتيه بيعمل حاجه؟ لقيتي مسج على الموبايل بتاعه؟ شفتي صوره ليه على الفيس او حد كلمك؟ على حسب الحاجه انا هقدر اقولك انت تقدري تعملي ايه. يعني هحاول معاكي. تمام. تمام تمام. تسلموني. وانت كمان والله يا سلمى وحشتيني. بسم الله. وانت يا سمسمة والله وحشتيني، ربنا يبارك فيكوا يا رب. تمام. ايه تاني؟ هو كل ده كاتب انا؟ ايوه. خلاص. فانت عشان تتجوزي واحد علشان تغيري طبعه، انسي. مفيش حاجة اسمها انا هتجوز واحد واخليه يتعود ان هو ما يكلمش بنات. هتجوز واحد واخليه يتعود ان هو ما يشربش سجاير. هتجوز واحد وهخليه ممكن موضوع السجاير، يعني لو كان هو عنده إرادة ممكن الموضوع معاه يبدأ بالتدريج. مفيش إرادة او هيتعب قلبك، لا. مفيش طبع بيتغير. سهر كان معترف لي، ثواني، كان معترف لي انه قبل ما يعرفني كان مرتبط وكده ويعرف بنات كتير. تمام. حتى بابا صارحنا بكده اول ما جه يتقدم لي، بس قال لي انه المفروض حاليا اتغير وبدأ حياة جديدة وكده. طب لما هو وكده، انت ايه اللي مشككك؟ هو مش اعترف لك؟ جه قال لك انا كنت، ولا هو جه قال لك انا معلش انا وقعت في عثرة، ولا وقعت في مشكلة وبقيت اعرف واحدة او خرجت مع واحدة او حبيت واحدة؟ بصي، ما تحاوليش تخربي على نفسك. بمعنى ان اذا انت ما شفتيش حاجه بعينيكي او ما شفتيش حاجه ملموسه، ما تخربيش على نفسك. اي حاجه هتحاولي ان انت تدعبسي عليها هتيجي بالسلب عليكي، مش هتيجي بالايجاب ابدا. الا اذا كان في فعلا حاجه وانت بتحاولي تغمضي عينك وما تشوفيهاش. اي حاجه بنحاول ندور عليها مش واضحه قدامنا وملهاش لازمه عندنا بتجيب لنا احنا مشاكل. تمام. ما دام الراجل ما شفتيش عليه حاجه ما ينفعش ان انت تتكلمي فيه. اللهم امين يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. حجابي جنتي، ربنا يكرمك يا رب يا حبيبتي. تمام. فاكتر حاجه كانت بتضايقني الايام اللي فاتت دي ان ناس كتير كانوا بيكلموني انا جوزي بدا يخوني، انا جوزي يعرف واحده. ثواني كده عدل جوانتي. انا جوزي بيحن لحبيبته القديمه. طيب انتي فين من ده كله؟ انتي فين؟ انتي لازم تعرفي الاول جوزك ده طبعه ايه. يعني لازم تعرفي الاول الخيانه اللي هو بيخونها دي حدودها ايه، حدوده هو مع الناس اللي بيكلمهم دي ايه. طيب اللي هو بيعمله ده متعود عليه ولا مرة؟ في حاجات احنا ممكن نسامح فيها وفي حاجات انت مش هتعرفي تسامحي، محدش هيقولك لا. طيب لما تكون واحدة عندها 3 4 عيال وجوزها بدأ يعرف حد عليها، والمفروض ان هي بقى لا خلاص، انا كرامتي وقفت على كده، انا مش هكمل. طب وال3 4 عيال؟ هو انا ما بقولش خدي موقف، خدي موقف واضلعيه فيه وعرفيه ان انت مش حقك ما ينفعش ان هو يروح كده. لكن بعد كده فكري،
لو كان الامر يسمح فيه ان انت تسامحي وتتغاضي وتتغافلي عن الحته اللي عملها دي، او عن الخيانه اللي خانها لك دي، وعلى حدود برضو الخيانه، وممكن تسامحي، يعني ايه المشكله؟ محدش بيربي عيال حد. آم، بصوا، انا كلامي مش محبط او ما اتغيرش، لكن انا بس عايزه انبه على حاجه بسيطه. ناس كتير كلموني فيها المره اللي فاتت، او يعني الايام اللي فاتت لما كانوا بيتكلموا معايا، آم، وحسيت ان لا، الموضوع بقى سهل جدا. علشان ادافع عن كرامتي ممكن اهد بيتي، علشان ادافع عن كرامتي ممكن ما افكرش صح. احنا ممكن نفكر صح كويس جدا وناخد حقنا تالت ومتلت، بس ما حاولش اخسر جانب من الجوانب. وانت دايما بتاخدي قرار لازم تحاولي ان انت تكسبي كل الجوانب. ما ينفعش تكوني في جانب جاي على جانب. ما ينفعش تقولي كرامتي وحياتي على حساب اولادك لو انت عندك اولاد. ما ينفعش ان انت تقولي اولادي على حساب كرامتي. لازم الكفتين تكون زي بعض، او على الاقل يعني مقاربين لبعض. طب اعمل ايه بقى في حكايه الجوانتي اللي كل شويه اقلعه عشان احاول اعمل التاتش ده؟ طب انا محتاجه اكلمك برايفت. بصي، انا نزلت الماسنجر بس مش برد، بس انا هرد عليكي والله عينيا حاضر. عايزه رقم تليفوني انا هسيبهولك، هكتبهولك وكلميني براحتك. تمام. انت ما تحاوليش بس ان انت تنخربي على حياتك وتبدأي تحطي عقبات. آم، الشك مش لوحده هو اللي بتستندي ليه، لازم يكون في ايديكي دليل. حتى لو سمعتيه بيتكلم ومعرفتيش ان انت تمسكي الدليل. الراجل دايما بيحب اللي يمسك عليه أدلة ملموسة. يعني قبل ما تاخدي اي رد فعل لازم يبقى في ايديكي دليل، علشان ما تندميش وما تتضايقيش ومحدش يغلطك، وعلشان هو نفسه يبقى عارف قدره كويس قوي قدامك. انت فاهمه اكيد يعني. وبعدين بقول لك، يعني هي في الاخر يعني خطوبه، وانت ما لقيتيش حاجه جامده، او ما لقيتيش حاجه ان هي ممكن تبقى هي دي الحائل ما بينك وما بينه. تمام. برضو من ضمن الحاجات اللي انا لاحظتها كتير قوي، الناس اللي بتقول طيب هو لو خاني دلوقتي مش ممكن يخوني بعدين؟ اللي بيخون دلوقتي بيخون بعدين، بيخون بعد كده، بيخون في اي وقت لو كان ده طبعه. هو نفس النقطة اللي انا بتكلم فيها. لو ده طبعه هو يفضل يخون. لكن لو هو غلطة، لو هو حاجة كده دفعته، لو هو ضعف نفس، لو الشيطان غواه في وقت من الأوقات، آه، ما فيهاش اي حاجه. ده ذنب والواحد بيعرف ان شاء الله باذن الله بيتوب منه. مش كل ذنب بتتعرضي له مع زوجك هو ده اللي موجود، هو ده بقى السمه اللي موجوده فيه. تمام. تاني نقطه، او يعني النقطه التانية كنت عايزه اتكلم فيها. الاول لو حد عايز يسال في حاجه في النقطه الاولانيه، اتفضل انا معاكم. محدش عايز يسال، أنا ممكن انتقل فيها واتكلم في موضوع تاني. انا كنت داخله اتكلم في كذا حاجه كده. برضو اللي عنده سؤال، اللي عنده مشكله ما او سؤال ما حابب ان هو يطرحه، انا معاكو. لان انا والله مش بعرف ارد كتير على الماسنجر. وكمان مش الموبايل عندي شلت الخط، مش برد على كل الناس، يعني بحط الخط اوقات واوقات. تمام. اسفه جدا ما سمعتش اللايف، كان معلق عندي اخر حته من كلامك ليا، بعتذر. لا يا حبيبتي ولا يهمك. طب انت عايزه تسالي عن ايه واقوله لك مباشره ليكي يعني؟ ايه الحته اللي انت ما سمعتيهاش، او ايه اللي انت عايزه تسالي فيه؟ انا معاكي يعني. اللايف مش هيكون اصلا خاص بالمشكلات بين الزوج والزوجه بس. اللايف هيكون خاص بالمشكلات الاطفال، بالمشكلات السلوكيه. اللي عنده مشكله وانا مش عارفه ارد عليه على الماسنجر او على الموبايل، يقول يعني يحطها هنا، يكتبها هنا. علشان موضوع التواصل عندي بقى ضيق جدا وبقى قليل جدا، علشان يعني كذا حاجة كده حصلت الفترة اللي فاتت. ومش انتوا بس اللي بيحصل عندكم مشاكل يا جدعان، والله العظيم. يعني الواحد كان الفترة اللي فاتت دي أكتر فترة في الدنيا الواحد كان محطوط فيها في ضغط. يعني ضغوطات ضغوطات في كل حاجة. تمام. موضوع ان انا يكون عندي طفل داخل في مرحلة مراهقة،
احنا كل واحد فينا عدى بمرحلة المراهقة دي. انا عديت بيها وانت عديتي بيها وده عدى بيها ودي عدت بيها، وكلنا عدينا في مراحل او في نقط ثابتة كلنا عدينا بيها، وفي نقط خاصة بكل شخص. يعني ايه؟ هتلاقي في واحدة المراهقة بتاعتها جت عليها بميك اب. يعني ايه بميك اب؟ يعني هي بدأت اول ما بدأت تبلغ بقى كل اللي هاممها انها تشتري ميك اب وتحط ميك اب وتخرج بميك اب وتيجي بميك اب وتتابع الميك اب وتدخل على فيديوهات الميك اب. في واحدة تانية المراهقة بتاعتها في الولاد، عايزة تصاحب، تصاحب كأخوة بقى، تصاحب كحب، تصاحب، المهم ان عايزة تصاحب، عايزة تحس انها تحررت من القيد اللي بابا وماما كانوا عاملينه عليها، علشان انا خلاص بقى كبرت محدش ليه عندي حاجة. واحد تاني المراهقة بتاعته جت في السجاير، انا شايف ان انا كبرت بالسجاير. واحد تاني يقول لها لا، انا السجاير دي ما بحبهاش، لكن اقدر اعمل ايه؟ ممكن اتفرج على حاجات مش كويسة. طيب انا علشان اتعامل في مرحلة المراهقة دي مع ابني ولا بنتي المفروض اعمل ايه؟ لازم الاول اعرف مراهقة بنتي او ابني دي في ايه. هو انا ملاحظة ان البنت مهتمة بايه في الفترة دي، او بدأت اهتماماتها تروح ناحية ايه؟ يعني البنت الحاجة اللي هي مهتمة بيها دي اللي انا هاخد بالي منها. ما ينفعش الاقي ابني او بنتي مهتمين بنقطة معينة او مراهقتهم في حاجة معينة وابدأ انصح في حاجات تانية ملهاش علاقة خالص بالحاجة بتاعتهم. يعني انا لو بنتي ان شاء الله يعني ربنا يرزقني مراهقتها مثلا كانت في الميك اب واوفر، انا بنتي راحت جابت ميك اب وفلوسها مصرفاها على الميك اب وتروح تدخل عندي الاوضه تحط ميك اب، عايز تخرج بميك اب. وانا كل يوم والتاني افتح لها موضوع، انت عارفه يا بنتي ما ينفعش ان احنا نصاحب ولاد، ما ينفعش ان احنا نخرج مع ولاد، ما ينفعش، ده شفتي دي لما راحت وصاحبة ولد ايه اللي حصل لها. ما ينفعش اروح بتكلم في نقطة مش موجودة عند البنت اصلا. لازم اتكلم في النقطة اللي البنت هي بتمر بيها، المرحلة اللي البنت بتمر بيها او الولد بيمر بيها، لازم اتكلم فيها، لازم اخلي بالي منها كويس جدا. ما ينفعش ابدا ان انا اتكلم في نقطة بعيدة خالص عن الحاجة اللي هي بتفكر فيها. احنا كده بنوسع الفجوة ما بيننا، ما بنضيقهاش، بنديهم اقرار مننا ان احنا مش فاهمينكم، احنا مش عارفين انت دماغك رايحه فين. مش كل واحده بقت في مراهقه بتعرف ولاد، ومش كل واحد دخل في مرحلة مراهقة بيشرب سجاير ولا بيتفرج على حاجات إباحية، ومش كل واحدة دخلت في المرحلة دي لازم تلاقيها مهتمية بنفسها قوي وحابة نفسها قوي. أنا فاكرة إن أنا في مرحلة المراهقة بتاعتي كنت أكتر مراحل اكتئابي، كنت كارهة فعلا نفسي جدا، كارهة كل حاجة حواليا. ايه ده؟ حاجة غريبة وحاجة جديدة عليا، انا معرفش ايه ده، معرفش الناس دي عايشه ازاي، بتتعايش مع جسمها ازاي، بتتعايش مع شكلها ازاي، بتتعايش مع الاحساسات او المشاعر اللي دخلت عليها جديده دي ازاي. مرحله الاكتئاب اللي انا كنت داخلاها في اول مرحله المراهقه دي كانت يعني انا فاكره لغايه دلوقتي لما بفتكرها بتاذى نفسيا جدا. آه، كانت عندي واحده صاحبتي كانت المراهقه بتاعتها كانت لذيذه جدا، كانت من نوعيه الناس اللي هي فرفوشه كده ومش حاسه ان في حاجة جديدة عليها. ليه؟ كانت قاعدة في بيت مامتها وخالتها وباباها كان دايما مسافر، وكله كان ستات في بعض وكل المواضيع متاحة قدامهم وكل اللي عايز يسأل في حاجة بيجاب في وقتها، مفيش خجل، مفيش كسوف، مفيش. لما بقيت أبص كده بقول يا هي الحدود اللي أمي وأبويا عملوها أو الحدود اللي أنا كنت فيها هي دي اللي عملت فيا كده مثلا، ولا هم حياتهم المفتوحة على بعض هي اللي خلتها متقبلة. الحقيقة ان الواحد لما بيكون داخل في اي حاجة جديدة، اي مرحلة جديدة داخل فيها، لازم ياخد تمهيد، لازم واحد يقعد يتكلم معاه. ما ينفعش ان انت تكوني عارفة ان بنتك بتقرأ كتير وبتعرف كتير وتسيبيها. البنت بتقرأ كتير وبتعرف كتير، يعني انا هعرفها ايه؟ دي عارفة اكتر مني، دي عندها صحاب بيعرفوها اكتر مني، ده انا كنت في سنها مش فاهمة اللي هي او ربع اللي هي فاهماه. غلط. لازم تحسسيها البنت او الابن مش محتاج ان هو يعرف معلومة قد ما محتاج انه يحس ان صاحب المعلومة ده
واقف في ظهره، انا معاك، انا هعرفك على كل حاجه جديده في المرحله دي، انا معاك ومش هسيبك في المجهول اللي انت داخله ده. مهما كانت البنت بتعيش وفاهمه المرحله وعارفه ايه اللي بيحصل في كل خطوه بتخطيها في المرحله دي، لازم تحسسيها ان انت معاها. انا كنت معاكي وانت صغيره، باكلك وبلبسك البامبرز وبقلعك وبديكي شاور، دلوقتي انا معاكي بفهمك وبوعيكي وبقولك اعملي ايه وما تعمليش ايه. اهم بكتير من ان انت تكوني عارفه ان بنتك فاهمه، اهم بكتير ان انت تكوني معاها وتفهميها حتى لو هي فاهمه. تمام. اشوف بس الكلام، ان انا ما شفتش. متوكله على الله. اسئله الرؤيه الشرعيه. طيب بصي، أسئلة الرؤية الشرعية أنا قبل كده لما جيت اتكلمت وقلت يا جماعة مفيش أسئلة محددة، لأن كل شخص غير التاني وكل اهتمامات غير التانية، بس احنا هنكون واقعيين في الرؤية الشرعية. ما ينفعش إن أنا أكون قاعدة وأبدأ أسأله أقول له هو أنت إيه أحلامك؟ أنت إيه طموحاتك؟ يجوز إن احنا نسأل، تمام، بس عشان تكوني عملية. طبعا هيقول لك أحلام وردية وكل الحاجات الجميلة اللي في الدنيا وكل ال الطموحات الحلوة اللي في الدنيا هيحاول يقولها لك. بس انت تكوني محددة في الأول، رتبي أولوياتك. انت أولوياتك ايه؟ انت شخص طموح وعايزة تشتغلي وعايزة يبقى ليكي كيان وعايزة يبقى ليكي برستيج في وسط الناس اللي حواليكي، ومحتاجة شقة تكون في الدور الرابع مثلا بأسانسير كويس وحنفيات بتنور، يعني whatever اللي انا بقوله. بس انت ترتبي أولوياتك. انت بتفكري في ايه؟ يعني مثلا لو انت بتفكري في الشغل والدراسة وال آم، والحياة العملية المادية، اتكلمي فيها. طبعا انت اول حاجة هتشوفيها اذا كان بيصلي ولا لا. هيبان عليه، هيأذن قدامكم فرض هيصليه، مش مفيش فروض هجيه بعد العشاء مثلا. انت هتسأليه مثلا. يعني انا فاكرة مرة كان عريس جاي لي، فكان قاعد، فرحت سألته بقول له، كمان مش بقول له على بصيغة سؤال، بقول له معلش انا بس عشان انا نسيت النهارده، انا مش فاكره والله العصر بيتصلى مش فاكره السنه بتاعت العصر بتتصلى الاول ولا العصر. فسكت كده، فقال لي مش عارف، انا ساعات بصليها كده وساعات بصليها كده. قلت اهلا. لما هو مش عارف السنه بتاعت العصر بتتصلى امتى وكام ركعه، يبقى اكيد في خلل في الصلاه. فجيت سألت تاني، قلت له طب النهارده وانا بصلي الفجر، صليت مش فاكره كانت ساعه، يعني من فتره زمان كان الفجر بيأذن على 3:30 تقريبا او حاجه، او 3. فقلت له على ساعه غير الساعه، يعني مختلفه مثلا بتاع 10 دقايق او 5 دقايق. فقال لي انا مصليه في نفس الفتره. هو اصلا الفجر ما كانش لسه اذن، فعرفت انه ما بيصليش. فانت مش لازم الاسئله تكون مباشره، لان مش كل الناس هتكون صريحه معاكي، ومش كل الناس هتكون يعني ستريت كده معاكي. وانت بتصلي؟ اه طبعا بصلي، ده انا بصلي الفروض والنوافل. فانا زي ما بقولك، موضوع الصلاه انت هتساليني انت بتصلي، لا، خلاص، يعني اكيد مفيش حد بيقول لا، بس انا بقول مجازا. هتبداي ترتبي اولوياتك انت. ايه اللي انت لو انت حسيتي ان بعد الزواج او بعد الخطوبه قالك عليه لا، مش هينفع تكملي. انا في زوجي، في ميسره، لما جيت قدم لي، اول حاجه سالتها له، هو كان باين عليه بفضل الله ان هو كان بيصلي، علامه الصلاه كانت في وشه. ما سالتوش انت بتصلي ولا لا. كل عريس كان بيجي وانت بتقرا قران وانت حافظ وانت مش عارفه ايه. ده ما سالتوش حاجه. بس سالته حاجه: عندك مشكله في الدراسه ان اكملها؟ قال لي لا. عندك مشكله في الشغل ان انا اشتغل؟ قال لي لا. قلت له عندك مشكله في السوشيال ميديا؟ قال لي لا بس بحدود. يعني انا سالت على الحاجات اللي انا بستخدمها على طول او الحاجات اللي انا عايزاها على طول. ما جيتش بقى سالته هو انت عندك استعداد ان انت تسافر بره وتجيب لي شقه مش عارفه ايه. الحاجات دي في علم الله. ما جيتش سالته هو انت ناوي مثلا تخرجني احفظ قران بره. الحاجات دي متغيرات على حسب حاجه البيت وعلى حسب ظروفه هو وظروفي انا. فانت رتبي اولوياتك ورتبي امورك وشوفي ايه اللي انت لو قالك عليه لا بعد الخطوبه او بعد الزواج هيبقى فيه ازمه ليكي او مشكله ليكي، وابداي حطيها في مقدمه الاسئله. وبعد كده شوفي الحاجات اللي انت شايفه ان انت حباها وعايزاها فيه،
بس في حدود. يعني ما توسعيش قوي. يعني مثلا آم، لو حابة مهتمية جدا بموضوع القرآن ومهتمية جدا ان هو صوته يطلع كويس في القرآن، ممكن تقولي له قولي له صراحة انا محتاجة ان انا اسمع سورة كذا او الآية في سورة كذا. بس ده طبعا بعد قعدة وبعد ما تقعدوا مع بعض وبعد ما تشوفي قبول اصلا ولا لا، وبعد ما تشوفي هو اصلا دماغه زيك ولا لا. طبعا مش هيتعرف من اول مرة، بس بتبقى فيه كده في لينكات، يعني في لينك كده ما بينك وما بينه في كذا حاجة، اتفقتوا في كام حاجة. القبول لو ما فيش قبول في الشكل اول حاجة، القعدة كلها بتبوظ. لازم يكون في قبول الاول. ربنا ييسر يا رب. اشوف سؤال ايه تاني. بجد انا مش عارفة الجوانتيات اللي مش بتشتغل مع التاتش دي اشتغل بيها ازاي او اعمل بيها ايه. بسم الله. هو انا مش عارفة ايه صوت النوتيفيكيشنز اللي بتيجي دي، بس ما علينا. هو اكيد اللايف كله مش هيروح على اسئلة الرؤية مثلا او اسئلة الازواج او المشكلة. انا ممكن اتكلم في مشكلات اسرية شوية، بما ان انا الفترة اللي فاتت كانت فترة فل عليا، فممكن اتكلم في، يعني اللي حابب يتكلم في مشكلات اسرية يتكلم، وانا هحاول كده ايه يعني استجمع قوايا وابدا اتكلم معاكم. بسم الله. آه آه آه. حاسه ان انا قاعده في الشارع من الناس اللي عمالين يتكلموا دول، سبحان الله، ربنا يهديهم يا رب. تمام. آه كمان اكتر حاجه ان انا بتضايقني في اي حد مقبل على الزواج، او الناس اللي هي آم، مش هقول متجوزه جديد بس مقبلين على الجواز، لازم كل حاجه في الشقه تكون موجوده. ربنا يا رب يزيد ويبارك ويرزقكم باجمل واحسن واغلى حاجه في الدنيا. بس في جوازات كتير قوي بتقف على مكنسه، وفي جوازات كتير قوي بتقف على نيش، وجوازات كتير قوي بتقف على طقم حلل. اولا أنا اتجوزت من غير نيش. لما جيت اتزوج، بابايا وزوجي كان خطيبي ساعتها، خطيبي قال لي لا نشتري نيش يا بنتي، انت ما انت جايبه الحاجات اللي جوه نيش نشتريه وبتاع. وبابايا قال لي يا بنتي طب اشتريه، طب بلاش تشتريه، طب خدي بتاعي، انت هتمشي من غير نيش. وطبعا الناس كانت ايه ازاي تتجوزي من غير نيش. انا اصلا كنت من الاول قايله انا نفسي في مكتبه احط فيها كتب، ما قلتش عايزه نيش. لما جيت اتجوزت بقيت احط حاجتي في المطبخ ورصها زي كانه زي النيش وتمام مفيش اي مشكله. اتجوزت من غير ايه تاني؟ اتجوزت من غير مروحه. عشان بس الناس اللي بتقول ازاي ازاي الناس جوازتهم بتقف عشان وعشان وعشان، بفضل الله مبسوطة جدا. اتجوزت 20/7/2017 في عز الحر من غير مروحة. تخيلوا. وانتي اللي التكييف بتاعك قليل شوية بتقولي لا ازاي انا ما اتجوزش غير حاجتي كلها كاملة. مادام انتي وزوجك متفقين دينيا واخلاقيا واجتماعيا، خلاص مفيش حاجة تاني بتبدأ تعكنن عليكوا حياتكوا غير عدم الاتفاق. الماديات أساسية، بس في حاجات لو اتأخرت شوية مش المعضلة اللي ممكن تعمل فراغ كبير ما بينكوا ولا تعمل مشكلة ما بينكوا. لازم في حاجات بتيجي مكان حاجات، او في حاجات بتبقى هي الاساس وحاجات تانية بتيجي بعديها. ما ينفعش ان احنا نوقف حاجات كتير في حياتنا علشان حاجات هبلة. ما ينفعش ان احنا نضيع ناس كتير في حياتنا علشان امكانيات ممكن تيجي بعد كده. في جوازات كتير قوي. انا اعرف والله حد شخصيا يعني قريب مني بوظ جوازته علشان جزمة الفرح، يعني مش علشان حاجة، عشان جزمة الفرح. فالناس اللي بتعسر دي كده انت مش بيحفظ لك حقك. هو كده مش ان انت بتعثري او والدك بيأزم الامور، هو كده بيحفظ لك حقك ويقول ده عشان تعب فيها. مما لا شك فيه ان هو لازم يكون حاسس ان هو تعبان فيكي، ولازم يحس ان انت غالية وهيجيب لك شبكة. الناس برضو اللي كانت بتقول لا ما ينفعش الشبكة، شبكة ايه اللي ما تنفعش؟ يعني انت فضة ايه اللي انت عايزاها؟
حتى لو دبلة، يعني لو دبلة 2 جرام، لكن مفيش خالص، دي مفيش حاجة اسمها كده. برضو في حاجات لازم تاخدوا بالكم منها. مفيش راجل بيتساهل في حقوقه. يعني الراجل زي ما بيدخل البيت وبيبقى عايز ياكل ويشرب وهدومه تكون نظيفة وبيته يكون متروق، آم، لو لقى حاجة من دول مش مظبوطة، عمره في حياته ما هيبقى الدنيا عنده تمام كده. فانت كمان ليه تتهاوني؟ انت ممكن تتنازلي عن الحاجات اللي ملهاش لازمة، لكن في حاجات عرفا وشرعا واجتماعيا وكل حاجات بتقول ان احنا لازم ناخدها. ما ينفعش ابدا ان احنا نكون سايبين كل حاجة كده ونقول اصل معلش يعني ايه، يسروا ولا تعسروا. احنا بنيسر في الحاجات اللي المفروض ان احنا ما نكترش فيها، وان احنا هنجيبها بس بنيسر فيها. تمام. انا عماله ارغي لغايه لما مستنيه الاسئله بتاعتكم، تمام، لان انا لو سبتوني في الكلام هفضل اتكلم كلام كتير في كذا حاجه. فالاحسن ان انتوا تحجموني شويه وتسالوا، لان كده انا هفضل اسال على الفاضي، هفضل قصدي اتكلم على الفاضي. يعني انا في كذا موضوع كنت عايزه اتكلم فيه ومش حابه ان انا اتكلم كده وبس. امال الناس بقى اللي بتدخل تتكلم في المسجات وعايزين رقم الواتس وعايزين رقم الموبايل، كل ده راحوا فين؟ ولا هي كلها اسئله خاصه يعني ولا ايه؟ انا معاك اهو، عشان انا لو قفلت او معرفتش ارد على الماسنجر محدش يزعل. والله انا حاسه ان انا النت فاصل تقريبا ولا حاجه. انتوا بتروحوا فين؟ ناس كتير اللهم بارك، انا حباها جدا حاضره اللايف معايا. يعني طبعا انا بقول لكم كلكم ربنا يبارك لكم يا رب. انتوا اصلا والله في ناس عايزه اكلمها بالاسم كده واسلم عليها، بس والله انا عارفه ان انا مقصره معاكم كلكم كلكم، والله انا عارفه مقصره معاكم. يعني اكتر حد مقصره معاه معلش يا شوشو، لان انتي المفروض تقدري والله ظروفي، انا غصب عني من بعد يوم الجامعه المشؤوم ده وانا منزلتش تاني. تمام، انا في انتظار الاسئله. اللي حابب يسال حاجه. ممكن ننوع يا جماعة، أنا ما قلتش إن أنا هتكلم في أسئلة أو في كلام مشكلات أسرية بس، هنتكلم في مشكلات أطفال ومشكلات سلوكية. اللي حابب يتكلم في موضوع عام تمام، أنا معاكم. مش عايزة بس إن أنا أتكلم في كذا موضوع فرعي علشان الناس ما تتشتتش مني. يعني أنا داخلة كاتبة فوق إزاي أتكلم أو أتعامل مع الراجل الخاين، وأتكلم في موضوع المراهقة بتاعة الأطفال بتاعتي، اتكلمت معاهم معاكم في الموضوعين. ولسه قدامي بتاع مثلا 10 دقايق كده ولا حاجة. اللي عايز يتكلم في نقطة معينة ممكن يتكلم معايا أو يكتب السؤال بتاعه، أنا معاكم. مش حابين تتكلموا في حاجة، انتوا ممكن تقترحوا موضوع تتكلموا فيه أو أنا أتكلم فيه معاكم. أو باقي كام؟ باقي 9، باقي 10 دقايق. حبيبتي يا أمنية، الأول انت وحشاني والله العظيم، ربنا عالم. آه واللي رفضت عريس بسبب انه عايز يجيب شقة لها في الأرياف، هي من مدينة، رغم في قبول بين الطرفين. لا، ما هو كده في قبول يا أمنية لكن ما فيش تكافؤ. هو مش هيعيشها في نفس المستوى اللي هي عايشة فيه. المستوى مش معنى كده ان هو مثلا هيجوعها، لا. المستوى او هي عايشة في مدينة. حياة المدينة دايما بتختلف عن حياة القرية، حتى لو كانت اختلافات طفيفة لكن في اختلافات. هي ليها حرية ان هي تختار المكان اللي هي هتعيش فيه. مادام هي ما غلطش، ما بقتش مغالية الشقة مثلا او المكان اللي هتسكن فيه، او عايزة شقة بكام الف، او شقة على النيل، او هي بس عايزة مكان يكون مناسب ليها زي ما هي اتربت يعني. والله اعلم، يعني ما فيهاش اي مشكله. يعني انا مش شايفه ان فيها اي مشكله. ده كمان من التكافؤ. ده من باب التكافؤ ما بينهم، ان هم يقعدوا او هي تتجوز في نفس او في الاماكن اللي هي ترتاح لها نفسيا، بغض النظر بقى عن ريف او حضر. ادم هي البنت يعني مش مرتاحه نفسيا، خلاص يبقى ازاي اصلا هتكمل. حبيبتي يا امنيه، ربنا يبارك فيك يا رب.
انتي برضو من الناس اللي والله يبقى عايزة ادخل اكلمها، بس والله انا ما بقتش عارفة ادخل اكلم اي حد. دعواتكم بقى، ربنا ييسر الحال يا رب. مليكة بتشاهدي؟ ومن تاني؟ انا مش عارفة يا شيماء انتي بتروحي فين. يعني انا كل لايف انا بعمله، يعني ناقص ادخل اجيبك من قفاكي كده علشان تقعدي معايا، ومش هنزل الجامعة يا شيماء عشان خاطرك. اللهم امين يا رب، ربنا يكرمك يا رب يا امنيه ويحفظك. والله انت اصلا بصي، يعني انا بدخل وعايزه ادخل عشان اكلمك وعلشان اسلم عليكي، بس مش بعرف. وانا بقالي فتره حد ما بحاول ابعد شويه عن بحاول، بس انا ما بقدرش، يعني بحاول ابعد شويه عن السوشيال ميديا بس ما بقدرش يعني. كل يوم والتاني كده لازم حاجه انزلها، حاجه اتكلم فيها. فالله المستعان. طيب تقريبا كده والله اعلم، الناس كلها ما شاء الله اللهم بارك، يعني اللي كانت بتقعد تدخل تسالني انتي اسئله معينه عن حاجات معينه، او انا يمكن عشان ما نوهتش فالناس مش عارفه، مش محضره اسئلتها ولا ايه. لكن انا اكتر حاجه كنت حابه اتكلم فيها النهارده هي ازاي اتعامل مع الراجل الخاين. وقلت الراجل الخاين دول هما اتنين: يا اما في واحد طبعه خاين، هو كده ما بيتغيرش، يا اما في واحد بيبرر لك. وانا اتكلمت في اول اللايف قلت يبقى مش هتكلم على، احنا ملناش دعوه بالراجل اللي عايز يتجوز او يعدد، عشان انا لو اتكلمت في النقطه دي تقريبا هلاقي هجوم من بعض الناس. آه الغريب ان هم نساء و... ومتزوجات، بيتبنوا الموضوع تبني اعمى من غير تفكير. يعني لما جينا اتكلمنا قبل كده، رنا معلش سؤال خارج الموضوع، انت بتشتغلي ايه؟ تسلمي على ربنا يبارك لك يا رانيا. انا بشتغل اخصائيه تخاطب وتعديل سلوك، وبشتغل في الاستشارات الاسريه، بس هو ده شغلي. لما جينا اتكلمنا على موضوع التعدد وجيت اتكلمت فيه قبل كده، نزلت بوست عليه، ومن اكتر الناس اللي هاجمتني كان زوجي. هاجمني هجوم شديد، مش علشان هو بيتبنى الموضوع، لا علشان هو بيقول لي انتي عايزه تغيري شرع الله. يا جماعه شرع الله ما يديش الحق لاي حد انه يظلمني. رنا يا جميله، هكتب السؤال استني. مش هقفل ابدا، انا معاكي والله. حتى كنت بتكلم مع زميلة ليا، صاحبة ليا يعني صديقة، وكنت بقول لها انا عايزة اعمل زي تنويه كده وتوعية للنساء. امتى زوجي يتجوز ويعدد وامتى لا؟ الناس هيدخلوا يقولوا شرع الله ما تحرفيش فيه وما تتكلميش فيه، وما ينفعش ان انت تدخلي، انت مين عشان تتكلمي في شرع الله؟ انا ولا حاجة ولا حد، لكني بتكلم في نقطة حق. التعدد حلال ومباح، وربنا يبارك في اللي بيعدد. لكن انا لو زوجي عايز يعدد وانا معاه وقلت لا، انا غير آثمة. انا مش آثمة ومش مذنبة. علشان ما تجيش تقولي ده انا عايز، طبعا مش انا، يعني ربنا يا رب يحفظ لي زوجي، او يعني يحفظ لكم كلكم ازواجكم يا رب. بس انا بتكلم في نقطة ان الناس اللي عايزة حتة التعدد دي وبتفكر فيها تفكير اعمى، المفروض تفكري فيها مرة واتنين وتلاتة. هو ربنا لما شرع التعدد ده كان شرعه ليه؟ عشان مصلحة، عشان افادة. ما يجيش واحد عينه زايغة عايز يتجوز وخلاص، فيجي يعمل عليا ان هو شيخ وعايز انا عايز اعدد، فراح قايله له سمعا وطاعة يا سيدي وتفضل عدد، وانا قاعدة احط ايدي على خدي وماليش علاقة بحد. لا، انا قلت الف مرة لاي حد بيسألني التعدد شرع وحلال ومباح، لكن انا لو قلت لا انا غير آثمة. انا ماليش علاقه بقى، هو عايز يتجوز لمجرد الجواز عشان يخلف كتير، علشان هو عايز يتجوز لاي سبب في زوجته، ملناش علاقه. عايز تتجوز اتفضل، بس انا لو قلت لا انا مش آثمة. ليكي الحق انك تقولي لا مره واتنين وتلاته وترفضي وتقولي اللي انت عايزاه. مفيش حد هيمسكك ويقولك انت آثمة، عشان انا ما بحبش اللعب في الدماغ وغسيل الدماغ. ربنا يكرمك يا رب يا حفوظه، والله انت وحشاني اكتر. الله يسلمك يا رب يا رانيا.
اللهم امين. والله انا كل الحاجات الوحشه كانت متجمعه عندي الايام اللي فاتت، بس الحمد لله. عندي سؤال بره الموضوع. انا تالتة تربيه علم نفس، مش عارفه اطور من نفسي ازاي، واشتغل حاجه غير التدريس بعد الكليه. ممكن اعمل ايه وكورسات ايه لو تنصحيني؟ اول حاجه بنصحك فيها انك تاخدي كورسات تعديل سلوك، هتفيدك جدا. لو انت ناويه تشتغلي مع الاطفال، كده كده انت بتشتغلي في مدرسة، فأول حاجة تاخديها هي تعديل السلوك، هتفيدك قوي. حابة تدخلي في المجال بتاع التخاطب وتنمي نفسك فيه، ممكن تاخدي دبلومة بعد ما تخلصي علشان يبقى اسمها دبلومة ومعتمدة وليها ساعات، ساعات معتمدة. خديها، شوفي المكان اللي انت عايزاه، ممكن جامعة عين شمس، ممكن، يعني انا مش عارفة الاماكن اللي ناخدها من عين شمس، انا مش عارفة الاماكن التانية ايه. يبقى هتاخدي تعديل سلوك وهتاخدي تخاطب، وتحاولي تشوفي انت ميالة لايه. عندك استعداد تقعدي مع طفل معاق، ربنا يا رب يعافينا، او عنده توحد او عنده اي سلوكيات غلط نتيجة اعاقة، وتبدأي تقعدي معاه وتتكلمي معاه وعندك روح ان انت تتعاملي معاه، خلاص خدي التخاطب، وممكن تاخدي دبلومة اعاقة ذهنية وتربية خاصة يعني، وتبدأي تشتغلي في المجال ده. بس اول حاجة تبدأي فيها هي تعديل سلوك. مليكة حاليا بقت تضرب، ولما اغير ملامح وشي وابين اني زعلانه تطبطب وتقولي معلش، بس بترجع تضرب تاني، وبرضه تقول معلش، تدخل في اي موضوع زي ثواني. انا مش عارفه يعني بتلهيني لما تضربني اتصرف ازاي، ولما تقول معلش وتتكلم اتفاعل معاها واصالحها ولا لا؟ بصي يا روحي، اول حاجه لما الطفل يجي يضربك او هي لما تيجي تضربك، هتبداي تمسكي ايديها. بصي انا عايزه بس ايه يعني امثلها لك كده. تبداي تمسكي ايديها كده وترفعيها شويه، وتبداي تقولي لها كل النصايح اللي انت عايزه تقولها لها على الضرب. الاول تعرفي انت ضربتيني ليه، وانت ماسكه ايديها برضو رافعاها كده. انت ضربتيني ليه؟ مش انا مامي او ماما او، شوفي هي بتقولك ايه. ما ينفعش تضربي مامي كده، كده عيب، كده غلط. وتبداي تعرفيها طب انت لو عايزه حاجه معينه، او عايزه مثلا، هي عايزه مثلا كوره او حاجه، لو عايزه الكوره تعالي قولي لي يا مامي لو سمحتي عايزه الكوره، كل ده وانت رافعه ايديها. البنت هتبدا ايديها توجعها شويه. هتبدأي أول، يعني شوفي هي مثلا عندها كام سنة، مثلا 4 سنين، هنحاول من 3 4 دقايق كده وهي ايديها كده، علشان تبقى عارفة، وانت تعرفيها تقولي لها أنا مش هعاقبك. ده كده في الأول، انت الأول بتتكلمي معاها بالراحة، تنصحيها. وبعد كده موضوع ايديها ده، وتقولي لها انا مش هعاقبك دلوقتي، علشان لما اشوفك هتسمعي الكلام ولا لا، بس لو عملتيها تاني هعاقبك. بيبقى قدامك كذا حل من الحلول. لو كررتها تاني، انت بتعرفيها ان انت هتعاقبيها مثلا على النوتي كورنر او نوتي تشير، او هتجيبي لها مثلا الكرسي. وانت اكيد عارفه يعني انا شفت لك كذا بوست قبل كده تتكلمي فيه تقريبا عن العقاب، مع بنتك يعني، ربنا يبارك لك فيها. فهتبداي تقعديها على النوتي تشير ده في مكان ما فيهوش اي العاب، ما فيهوش تلفزيون، ما فيهوش اي تسليه. هتخليه وشها للحيطه وهي قاعده، وهتعرفيها يستحسن يكون في ساعة فوقيها، حتى لو هي ما كانتش تعرف في الساعات، بس الإحساس نفسه إن في وقت هي بتقضيه معين وهتقوم من على على النوتي تشير، هي هتكون عارفاه. وهتبدأ تقعد، وهتعرفيها تقولي لها انت هتقعدي مثلا 10 دقايق، يعني لما تيجي على 5 وتشاوري لها، تمام. هتبدأ ان هي تستنى، هتقوم، هتحاول تقوم، هتحاول تعيط ولا كأنك شايفاها. هتقعد، لو قامت قبل ميعادها هتقعدي وتعيدي تاني الوقت. ما ينفعش ابدا ان هي تكسرك، او ان هي تتحايل عليكي، سواء بالحب او بالهزار او الضحك او ده كله ما ينفعش. لازم العقاب يكون فوري، ويكون قد الفعل اللي هي عملته. والعقاب ما يجيش كده مباشرة الا لما تنصحيها الاول وتعرفيها الصح من الغلط. ما دام عرفتيها الصح من الغلط وهي تمادت في الغلط او عملت الغلط مرة واثنين وثلاثة، لازم تعاقبيها. العقاب ما يكونش فيه ضرب او زعيق او شتيمة او توبيخ. ما ينفعش ابدا ان انت تهينيها ابدا بكل طريقة من الطرق، ما ينفعش تهينيها ابدا. فلازم تكون العلاقة ما بينك وما بينها علاقة فهم، تفهميها. تمام، سنتين. تمام كده يا هاجر، ولا مش تمام؟ شوفي انت كده، عايزة اسألي في حاجة تانية ولا لا؟ متوكلة على الله، زواج بعيد عن الاهل كتير او بايه؟ صحيح ام لا؟ ولو الزوج في نفس سني؟ انت بتسألي ان زواج بعيد عن الاهل بكتير كويس ولا لا؟
خصوصا ان الزوج في نفس سني. بصي انا متجوزه، انا اهلي ساكنين في حلوان وانا متجوزه في اكتوبر، وزوجي اكبر مني ب3 سنين بس. و انا شايفه ان الموضوع ما فيهوش اي مشكله. هو بس اللي هيوجعك او اللي هيضايقك موضوع الاشتياق بس، هتشتاقي لاهلك بس، لكن ما فيش حاجه تانية خالص. بالعكس، كونك انك تبعدي عن اهلك او اهله فيها شويه اعتماديه على نفسكوا في المشاكل، في الخلافات. التدخلات الكتيرة بدون سبب أو بسبب بتعمل فجوة ما بينك وما بين زوجك. لما تقعدوا مع بعض وتحس ان انتوا لسه بتتعرفوا على بعض من أول وجديد، الموضوع ده هيعمل لكم نوع من الترابط جامد جدا. لو هو كان كويس يعني ربنا يبارك لك فيه. فما تخافيش يعني، موضوع انك تقعدي في حتة بعيدة عن اهلك دي ما تخوفش خالص. تمام. ربنا يبارك لك انت حبيبتي، ربنا يكرمك ويجازيكي كل خير. اديني قاعدة مستنية الأسئلة التانية. مش عارفة، حاسة ان الموبايل لوحده كده يعني بيطفي، ولا النور بيقطع ولا ايه؟ الله المستعان يا رب. انا تقريبا 10 دقايق اللي انا كنت مدياها لللايف تقريبا خلصت. أم، انا بس اكتر حاجة كنت عايزة اتكلم فيها اتكلمت فيها بفضل الله، وهعيدها تاني معاكم. مش هدخل في تفاصيل، لكن اكتر حاجة كنت عايزة اتكلم فيها، انا لو زوجي خاين او عرفت انه خاين اتعامل معاه ازاي، او اصلا الازواج الخاينة بينقسموا لايه. المراهقة عند أطفالي زي أطفال أي حد تاني، ولا هي بتبقى واحدة عند كل الناس؟ وأنا قلتها. تالت نقطة أنا حابة أقولها كل فيديو تقريبا بقى، أنا هخليها هاشتاج معايا في كل فيديو. أنا لو أنتي قلتي لأ وزوجك عايز يعدد، أنتي غير آثمة. ما ينفعش إن حد يطلعك إن أنتي آثمة. تمام. عشان بس غسيل الدماغ ما بحبوش كتير، وما بحبش الكلام في الموضوع ده أكتر يعني. عايزاكي تعرفينا بقى المفروض ايه الالعاب اللي ممكن تنمي قدراتها. بصي يا روحي، اول حاجه ممكن تنمي قدراتها العاب الفك والتركيب، البازلز، المكعبات. هاتيلها كور كده، هاتيلها كور، وهاتيلها باسكت. هاتيلها باسكتين، باسكت في اول الاوضه وباسكت في اخرها. واستني بقى عشان ايه الجوانتي. باسكت في اول الاوضه وباسكت في اخرها. وفي باسكت فيهم هتجيبي لها الكور اللي هي ملونه احمر واخضر واصفر، الكور اللي هي الخفيفه دي، وهتحطيها في باسكت وهتقولي لها احنا نلعب لعبه حلوه جدا، ايه رايك ان احنا هناخد كوره من الكور المحطوطه في الباسكت دي، هنحطها في الباسكت التاني، يلا ايه رايك هنعمل مسابقه. اولا التدريب ده حلو جدا، هيعمل لها نوع من انواع استجابه الامر، هتستجيب للاوامر عن طريق اللعب، ودي حاجه حلوه قوي. هتنمي القدرات بتاعتها، العضلات الدقيقة، وهي بتاخد الكورة من الباسكت وتمسكها وتروح ماشية بيها وتحطها في الباسكت التاني. ممكن بقى تروحي عاملة حاجة تاني بنفس التدريب، تقولي لها بصي انا عايزة الكورة الحمراء بس. انت طبعا هتكوني معرفاها الفرق ما بين الالوان، او ممكن تكوني في الفترة دي انت بتحاولي تعرفيها لون لون. تمام. فهتحاولي لما تيجي تعرفيها اللون تقولي لها احنا عايزين الاحمر بس، بصي الاحمر زي دي احمر بس، تمسكي كورة حمراء كده في ايديكي وتوريها لها. تبدأ البنت ان هي تروح جايه في الباسكت، تدور على الكور الحمراء وتروح حطاها في الباسكت التاني. دي حاجه. تاني حاجه هتجيبي لها انا مش عارفه والله اسمه ايه، يعني انا نسيت اسمه، بس ممكن تعمليها في البيت. عند اي نجار او اي حاجه هتجيبي لها، هي العاب من سوري بس انا مش عارفه والله اسمها. هي العاب كده في عمود وبتحطي جواه دواير احجام، وهتحاولي ان انت تخليها تاخد الدايره من الارض او من الترابيزه، اي حاجه اللي انت حطها عليها، وتبدا تحطها في العمود بحيث ان هي تكون شكل معين، او مجرد ان هي تحطهم بس. ايه تاني؟ بصي هو في العاب كتير قوي بس انا اختصرتها لك في العاب الفك والتركيب والبازلز والمكعبات والصلصال. آه و... والكور.
على حسب بقى هي بتعرف تعمل ايه، ممكن اقول لك يعني او ايه هي المهارات اللي هي ما بتقدرش تعملها. ممكن اقول لك هتشتغلي جدا على الرعايه الذاتيه معاها، يعني هتعرفيها يعني ايه تعدل تي شيرت هي لابساه، تعدل بنطلون هي لابساه. ممكن ما تعرفش في اللاسوسته ولا حاجه، وده طبيعي، لكن تحاول تحاول مع نفسها، تحاول تلبس البنطلون لوحدها، تحاول تقلعه لوحدها، تحاول تسرح شعرها، تحاول تغسل ايديها، ده لازم بعد الاكل تغسل ايديها. في شوية حاجات كده يعني ايه بتبقى بتندرج تحت تحت ايه، يعني في حاجة اسمها رعاية ذاتية، وفي حاجة اسمها المهارات الاجتماعية والتواصل بتاعها، تعرفيها يعني ايه ترد، تقعدي تتكلمي معاها كتير، تسمعي منها الكلمة. الحاجات تديها لها لازم تسمعي منها اسم الحاجة، لازم تسمي الأسماء بمسمياتها علشان تبقي عارفة ان انتي بتعلميها صح. هتفضلي تعلميها الحاجات بأسماء دلع، وتيجي وقت ما تكوني عايزة تاخدي منها الكلمة دي تقعدي تحاربي علشان تاخديها منها، الموضوع هيبقى صعب بالنسبة لك قوي. فلازم ان انت تحاولي تقعدي تتكلمي معاها كتير، وتسمي الأسماء بمسمياتها، أو الأشياء عامة تسميها بمسمياتها. تمام. الله المستعان. آه لو الأب مسافر ينفع الخطيب يجي في بيت خالي مثلا، مش بيتنا ادام في محرم، إيه المشكلة؟ ده مثلا خالك أو عمك أو ما فيهاش أي مشكلة، هو ده أصلا اكيد يعني ده شرع، مش انا مثلا احط فيه قواعد ولا حاجه. بس انتي بتتكلمي فيها من ناحيه ان هو هيقول عليكي حاجه، لا، هو ادام في حد قاعد خلاص ما فيهاش حاجه. فانا تقريبا كده خلصت يعني شويه حاجات بسيطه، انا ما كنتش محضره لاي حاجه، ولا ايه اللي هدخل اتكلم في موضوع ولا اي حاجه. انا لقيت نفسي انتوا حشتوني، فقلت بقالي كتير قوي ما اتكلمتش معاكم، فحبيت ادخل كده بلايف خفيف علشان اتكلم فيه، بس يا رب يكون حتى عرفت كده ارد على اي حد من اتكلم معايا او سالني سؤال. آه انا الرقم بتاعي شايلاه دلوقتي، والواتس كمان، حتى الجروب بتاع رحرحة انا شيلته خالص، حذفته وخرجت منه الجروبين. حصل لي والله الايام اللي فاتت دي مشاكل كتير جدا بفضل الله، من ناس قريبة وناس بعيدة وناس كويسة وناس مش كويسة. اللهم انت يعني ربنا هو العالم نفوس الناس. فان شاء الله يعني هحاول ابدا اتواصل معاكم تاني، بس انا التواصل معايا دلوقتي عامه يا اما في الجروب بتاع قدرات، يا اما عن طريق الماسنجر، بس انا مش برد ماسنجر والله خالص دلوقتي، يعني نادرا قوي لما برد ماسنجر. انا كمان عندي شويه حاجات كده، المفروض يعني ان انا اناقش شهر 11 وانا لسه بطيخه فيه، ففي حاجات كتير قوي ناقصاني. فدعواتكم بالتيسير، ربنا ييسر يا رب، والله المستعان، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.